احلى حاجه ان الواحد يتمشى كده في جو هادي ونقي. سبحان الله. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا رب. ايه يا ده؟ رب ارزقنا برزقك يا رب. يا رب شغل ابويا ده عايز ابيعه يا رب عشان اروح بفلوس لابويا العاجز. يا رب ارزقنا يا رب. حاجات حلوه ايوه أوي. يا هاني. حاجات حلوه. ايوه حاجات هو حلوه دي عموله دي هو بابا. مين اللي عاملها؟ ابويا اللي عاملها بايديه. شغل ابوكي؟ يدوي امال ايه. ايه رايك؟ حلو. طب وفين ابوكي طيب؟ ابويا في البيت. في البيت؟ ايوه طب قومي اكلمك، تعالي. ماشي. ست هانم كتر خير. طب ابوكي ليه ما بيطلعش يبيع الحاجه هو بنفسه؟ يعني انت ليه قاعده في الشارع كده؟ او حتى بتفرشي الحاجات دي في محل؟ ايوه ما هو احنا على قد حالنا يا ست هانم. وابويا عاجز في البيت وانا لازم ايه؟ اسوق له شغله ده عشان يجيب فلوس للبيت. باباكي قاعد يعني؟ ايوه. لا حول ولا قوه بابا الا كان بالله. نجار شاطر قوي بس للاسف الدنيا جت عليه ورجليه تعبته وظهره من كتر القعده على المكنه والوقفه. ف يعني خلاص خلاص، روقي كده واهدي وان شاء الله كله خير. الحمد صدقيني. لله احنا حمدنا ربنا على كل حاجه. بس طبعا. انا بحاول اسوق الشغل ده عشان اجيب علاج ابويا والاكل وكده. طيب. الحمد لله. حاجه زي كده تتباع بكام؟ انت حلو عايزاها قوي. بكام يا هاني؟ لا حسب تعبك. ايوه انت عايزاها بكام برضه؟ والله بصي، انا هاخدها منك ب 500 جنيه. ايه؟ ايوه. 500 جنيه؟ الخشب واضح ان هو نظيف وشغل حلو كمان. ايوه هو نضيف وخشب زن نضيف والله. ايوه. وعمولة ايد مش مصنع ولا اي حاجه. هي واضح عليها. يلا 500 جنيه. بصي وده هعمل كام؟ ده بصي انا هعمل لك ايه بقى. خصم عشان انت خدتي دي ب 500 جنيه. هديكي دي ب 300 بس. وده عشان المصحف. ده بقى هو ب 200 جنيه بس. 200 جنيه؟ اه لا بص، انا هقول لك على حاجه. انا هاخد بما فيهم العصايه دي، انا هاخد كمان؟ الحاجات دي كلها. تمام. كلها؟ اه. كتر خيرك يا هانم. و... كتر خيرك. وهديكي 2000 جنيه. يا كلهم حلوين ولا غاليين ولا شويه ولا ايه؟ حلوين. حلوين ايه ده كتير قوي. طيب 2000 بصي. جنيه. بصي. هو دايما والدك بيعمل يعني بيعمل شغل من دوت ولا؟ ايوه وانا كمان بشتغل. هو علمني وانا بشتغل. طيب. اه تعالي معايا البيت. تعالي معايا البيت. اجي معاكي البيت ليه؟ معلش انا اسفه، السواق مش معايا، فانت هتوصليني بالحاجه وما تقلقيش خالص والله. اللي انت بس عايزاه هتاخديه. ايوه يا هانم بس انا ما بروحش بيوت حد. يا حبيبتي ما تقلقيش خالص والله. هو انا يعني هاخدك اوديكي فين؟ انا بس السواق زي ما قلت لك كنت بتمشى على رجلي والسواق مش معايا، فبالتالي خلاص. طب هقول خلاص خدي الحاجه واعتبريني ان انا ما وقفتش جنبك ولا قلت عايزه اشتري حاجه. لا ماشي. انا هاجي معاكي بس هوديها لحد البيت وارجع. ايوه طبعا ايوه انا هتوديها لازم لحد باب ارجع البيت عشان بابا لوحده ولازم اديله علاجه. واختي كمان مش موجوده. هو انت ليكي اخت ايوه بس بتشتغل معاكي؟ لا هي مش بتشتغل. هي اتجوزت وعايشه مع نفسها وبيتها وعيالها وكده. اه. وانا اللي قاعده ببابا. طيب خلاص ماشي، تعالي يلا شيلي على مهلك. ماشي. وانا يا ستي اساعدك في دي كمان. شكرا. يلا تعالي امشي. انا بجد زهقت من ام الغوايش دي. لا انا لازم اجددها. وايه النقشه دي قديمه ندى. قوي. عماد صباح الخير. صباح الفل. إيه ده؟ امال امي فين؟ مامتك خرجت. خرجت. بس انا شايف العربيه بره يعني. نعم. شايف العربيه بره. ما اعرفش والله يا عماد. هي خرجت ما اعرفش راحت فين. ما بقول لك يا عماد. انت ماسكه الدهب ده وبتعملي بيه ايه؟ انا كنت لسه هقول لك اهو. قولي. بصراحه كده الستايل ده بقى قديم قوي والنقشات دي ما بقتش تمشي دلوقتي. انا عايزه اجيب حاجات كده رقيقه زي الحاجات دي. فبفكر ابدلهم واجيب زي دول طالعين موضه. اصل دول بتوع تيتا قوي يعني. بتاع تيتا ايه؟ بقول لك ايه؟ بتاع تيتا انت غيرتهم 50 مره من ساعه ما اتجوزت كندا. انت كل يومين تغيري الذهب ليه يا بنتي؟ وايه المشكله؟ بجدد وبعدين الموضه. موضه ايه وبتاع ايه؟ يعني انت عاجبك
الدبله دي عجباني وجميله، والدبله دي يعني زي ما بيقولوا بيعرفوا اللي انت متجوزه، وعليها حرفي وعليها حرفك. ولا دي؟ جميله وزي الفل ما فيهاش حاجه. انت ايه ده؟ انت اهم حاجه نفسك بس، ما تتقي الله بقى يا شيخه فينا، مش كل شويه بقى كل شويه تروح اغير بقى ذهب، كل شويه مش عارف لنفسي اجيب طيب لنفسي بص، لبس. ماشي هم دول يعني ها ماشيين شويه، بقى اجيب واحده فضي كده هتبقى حلوه عليهم موضه السنه دي. طب ودي؟ يا بنتي دي مش لسه شاريها الشهر اللي فات؟ وايه المشكله يا عماد؟ مش ده اللي كان عاجبك ولسه نازل موضه؟ ما ادمت. بصي. عايزه بقى واحده تاني تكون عليها مثلا اسمك حرفك. لا يا ستي، ولا عايز حرفي ولا عايز اسمي، هو كده حلو. ندى بالله عليكي فوقي شويه بقى، احنا مش عايشين في الحياه دي عشان الموضه وعشان اللبس، لا ده خلاص الموضه بتاعته عدى، ايه ده المشكله يا غيره. عماد؟ ما انا بغير وبحلي يعني من الحاجات اللي انا بلبسها علشان تشوفني حلوه على طول. هو انا اشوفك حلوه بالذهب؟ هو الدهب اللي يخليكي حلوه؟ اسلوبك وطبعك وطريقه كلامك ومعاملتك معايا ومع امي اللي اشوفك دايما حلوه وجميله، واشوفك جميله اكتر لما اكون مهتميه بيا انا، مش بمظهرك مش ما هو بدهب. اديك قلت بمظهري. مظهرك الحقيقي. يا عماد اديك قلت مظهري والتغيير مطلوب. بمعنى كده يعني اليوم اللي انا اصبح فيه ما اشوفكيش لابسه دهب وحاجه حلوه هقول لك لا انت وحشه ومش عاجباني، صح؟ عن اذنك يا هانم انا خارج. رايح فين؟ خارج اشم شويه هوا. يعني الهوا اللي هنا هيموتك؟ وبعدين بقى لا، ما انا لازم اغيرهم، انا اكيد مش هسمع الكلام. يعني ايه دي؟ تعالي احنا وصلنا البيت خلاص. اخيرا وصلنا. تعبت أوي. ايه يا امش؟ ايه يا حبيبي؟ امال كنت فين وايه الحاجات دي كلها؟ بص بقى يا عمده، انا كنت ماشيه بتمشى شويه في الشارع، تمام. فلقيت القمر دي قاعده بتبيع الحاجات دي، حاجات هاند ميد، حاجات كده شغل يدوي بس نظيفه قوي. ايوه حاجات دي جميلة. تنفع للمكتب بتاعك. صح. ودي كمان نحط عليها المصحف. جميل. والعصيان الحلوه دي انا استخدمها لو مش قادره امشي مش عارفه ايه ربنا يديك عجز. الصحه يا امي. جميل حلو قوي. من الاخر انت معاك 2000 جنيه؟ ايوه هات اتفضلي. على ما ادخل جوه هبعتهم لك. يلا خدي الفلوس بتاعتك اهي. شكرا يا تمام. هاني. شكرا ربنا ومين يخليكي. دي؟ ما هي دي صاحبه الحاجه. طب وانت اشتريتها معاها يعني مع الحاجه ولا مش فاهم؟ لا يا قلب ماما ما اشتريتهاش مع الحاجه، ولكن هي جايه توصلني لان انا ما رحتش بالعربيه، انا كنت بتمشى. ايوه صح، ما انا شايف العربيه مركونه. انا بقول لك. خلاص ماشي يا ام. انت خارج؟ استاذنك انا بقى. خلاص مني حاجه؟ عايزاك تجيب مصحف كبير جدا عشان اعرف اقرا فيه. عينيا حاضر. اوكي؟ عينيا. ماشي يا حبيبي يلا. متشكر جدا ليك ان انت وصلت امي. الشكر لله، الله يخليك. هستأذن انا بقى يا هانم، انا وصلتك اهو. هستأذن بقى عشان اروح اشوف ابويا. بصي انا عايزاكي في موضوع، تعالي. موضوع انا كده هتأخر على ابويا وهو يعني قاعد كده لوحده. مش هتتاخري ولا حاجه، اقعدي. نعم يا هانم. بصي يا ستي، انا شايفه ان قعدتك في الشارع دي بصراحه مش مناسبه لواحده، تمام؟ أيوة مناسبه بس مثلا لراجل، لشاب، عيل، المهم ان هو ولد، او ست كبيره في وسط مجموعه زي سوق. ايوه ما انا قلت لك يا هانم، يعني انا هجيب ده منين؟ انا ما فيش حد غير مع بابا غيري، وانا ما كانش ليا غير اختي البنت دي. بصي مش هي أنا كدبت متجوزة؟ عليكي. لا في ايه؟ هي الحقيقه مش متجوزه. امال؟ هو بعد ما بابا يعني عجز وكده وقعد على الكرسي وبقى مش قد مصاريفنا وكده، فهي زهقت من العيشه ومن الفقر اللي احنا فيه ومن الحوجه، وراحت سايبانا وماشيه وما نعرفش عنها حاجه. ايه ده معقوله؟ ايوه ده اللي حصل. ازاي ده؟ هي عندها كام سنه؟ عندها 21 سنه. يا نهار ابيض، دي لسه صغننه، تكون راحت فين؟ طب انتوا ليه ما دورتوش عليها؟ انا دورت كتير قوي وسالت قرايبنا وكده، ملهاش اي اثر، واحنا اصلا ملناش قرايب، احنا ملناش في الدنيا غير بابا، وهو للاسف قاعد ومفيش حد يخدمه غيري. انا طبعا ما رضيتش اسيب بابا لوحده، ما كانش ينفع احنا الاتنين نسيبه. هي مشيت وخلاص وانا فضلت مع بابا، حتى في ناس كتير قوي بيتقدموا لي وكده، فانا مش برضه عشان خاطر بابا. والله ربنا يبارك لك يا بنتي. طيب انا طول الطريق وانا جايه كنت بفكر في حاجه كده، بس بتمنى ان انت توافقي. اتفضلي يا هانم. اقول؟ اتفضلي. ماشي. بصي يا ستي، انت تيجي هنا عندي تشتغلي معايا، مثلا تغسلي لك هدمه،
تعملي لقمه، تعملي حاجات خفيفه، والله العظيم بكرامتك ولا حد هيقدر يكلمك كلمه. ولكن انا غرضي في حاجه واحده بس، انك تكوني في بيت بين 4 حيطان بدل ما انت قاعده في الشارع. وان كان على والدك يا ستي، انا شايفه ان هو بسم الله ما شاء الله شاطر جدا، حاجات حلوه بالظبط، وايده هو حلوه. شغله حلو قوي. طيب ليه بقى ما يفتحش محل؟ وان كانت على الماديات انا هفتح له المحل ده. ايه ده بجد؟ ايوه، ويجيب صنايعيه ويشتغل. بجد يا هانم والله دي حاجه كويسه قوي، بس المشكله يعني احنا مش هنقدر على المحل ما تقدروش وكده. على المحل في ايه؟ المحل هيجي جاهز بالعده بتاعته بالصنايعيه كمان. انا ابني في السوق وعارف كل دوت، ما تقلقيش خالص. يا نهار ابيض. انا يا كل بنت اللي انا كريم يا عايزاه، رب. كل اللي انا عايزاه منك انك تقولي لباباكي هو بس يقعد كده زي مشرف في المحل، هيجي له الصنايعيه. وكمان يا ستي حاجته دي ممكن تتسوق بره مصر. انت بتتكلمي جد يا هانم والله؟ ايوه طبعا، بجد؟ صنعته حلوه وايده كمان حلوه، فليه يقعد في هو البيت؟ فعلا كده، بس احنا ما كناش قد يعني ايجار المحل وصناعيه والكلام ده، وهو كمان قاعد مش بيقدر يتحرك، فانا كنت بسوق له شغله. انت ممكن تعملي كده بجد؟ ايوه اعمل كده فعلا، ما تقلقيش. انا بابا هيطير من الفرح، انا هروح افرح بابا واجيلك تاني. طب اهدي كده، عايزاكي ثواني. حاضر. استنيني ثواني جايالك، ماشي؟ حاضر، خليكي حاضر. واقفه ما تتحركيش. ياه، ايه ده معقول؟ الست دي طيبه قوي. يا رب، انت فعلا يا رب استجبت لدعائي ورزقتني برزق بابا القعيد التعبان. الحمد لله يا رب، الحمد لله. ده بابا هيفرح قوي. ندى، نعم يا ماما. تعالي يا حبيبتي، لو سمحتي ادخلي المكتب جوه، اول درج على ايدك اليمين، افتحيه وهاتي فلوس. خلاص حاضر، هروح هاتي 20,000 يلا. 20,000؟ ايوه. ايه ده؟ الصوت ده سمعته قبل كده. الصوت ده مش ايه ده؟ صوتها معقول؟ ايه الهبل اللي انا فيه ده؟ اكيد مش هتبقى هنا يعني. بتعملي فيهم ايه؟ في مهمه صغيره كده هعملها، بس يلا بسرعه. حاضر. غريبه يعني بتسالي هتعملي بهم ايه؟ اول مره. اكيد مش معقول. انا همشي بقى وخلاص. دي لسه بتكلمي نفسك؟ ايوه يا ست هاني. ايه؟ انا كنت ماشيه خلاص. ليه ماشيه؟ ليه؟ ما انا قلت لك استني. ايوه، ما انا قلت لحضرتك انا هروح افرح بابا وكده. ماشي، روحي يلا فرحي بابا. ايه ده؟ خدي دول غير تمن الحاجه اللي انت خدتيها. قولي لبابا يشتري الخامات اللي هو محتاجها، تمام؟ دي مجرد دفعه بسيطه، وانا واثقه ان انت هترجعي. ممكن تقولي في دماغك طب الست مأمناني ازاي؟ أيوة. انا سايباها على الله، وواثقه 1,000,000% انك هترجعي. عارفه ليه؟ انا لما لمست الحاجه دي انا حسيت بايد بابا فيها، لان بابا كان شغال برضه في الحاجات دي، فانا انبسطت. والله يا هانم انا مش عارفه اقول لك ايه. ما تقوليش ربنا حاجة. يكتر من امثالك والله، يعني مش عارفه اقول لك ايه بصراحه. انت فرحتيني قوي، وبابا كمان هيفرح قوي. مش مصدقه نفسي. روحي وسيبها لله، يلا. كتر خيرك يا هانم، كتر خيرك. ايه ده؟ أنا مش قادرة أصدق، مش قادرة أصدق إن أنا قدرت أفرحها. اللهم لك الحمد يا رب. أنا كأن مشواري ده كنت رايحاه مخصوص عشان أقابل البنت الجميلة دي اللي بتبيع الحاجات دي. سبحان الله، كل شيء سبب فعلا، فعلا كل شيء سبب. يا ترى النغمة اتأخرت ليه كده؟ ده انت خارجة من قبل الفجر يا بنتي. لا حول الله يا رب. اتصل بيها اشوف. الو، ايه يا نغم؟ اتأخرت ليه يا حبيبتي؟ يا بنتي انت خارجة من قبل الفجر. ايه؟ جاية؟ طب يلا يا بنتي، خبر حلو. طب ايه هو؟ لما تيجي طب يلا انا قاعد مستنيك يا بنتي من بدري والله. تيجي بالسلامه ان شاء الله. خلي بالك من نفسك. يلا سلام عليكم. يا رب يا ندى يكون ربنا كرمك كده وبعت الحاجه اللي معاكي. تقولي جايب خبر حلو يا مسهل. يكون بعت الحاجه اللي معاها كلها ان شاء الله. يلا. عجباني قوي، جميلة. يا ندى هاتي كوباية مية بالله عليكي يا ندى. حاضر يا ماما، جايه. سبحان الله، وكأني رحت المشوار دوت مخصوص عشان الاقي الحاجات الحلوة دي. اتفضلي يا ماما. تسلم ايدك، انا عطشانة قوي. بسم الله.
قولي لي يا ماما، الفلوس اللي انت طلبتيها مني دي ليه؟ نعم. ايه في ايه؟ انت بتسأليني على فلوسي اللي طلبتها تجيبيها من مكتبي؟ انت في وعيك؟ ايوه يا حبيبتي، انا بسألك عادي. اوكي، ورغم كده هجاوبك. بصي بقى يا ستي، انا خرجت كنت زهقانه جدا وكنت عايزه اتمشى في الشوارع شويه، تمام؟ فتمشيت فلقيت بنوته حلوه كده قاعده على الرصيف وبتبيع حاجات شغل هاند ميد تحفه، شغل كده نجار ايده تتلف في حرير زي ما بيقولوا، عامل حاجات حلوه، تفصيله جميله، بجد بجد شغل نظيف. وكمان جبت حاجات تانية كتير، فعرضت عليها طالما هي باباها شاطر كده ان انا افتح له المحل وهي كمان تيجي تشتغل عندنا هنا في البيت. ايوه بس انت جايبه دي منها؟ اه. طيب وليه؟ ده انت فيك الصحه اهو، قادره تمشي، ليه تجيبي عصايه؟ هو انت مسحوبه من لسانك؟ انا جبتها مش عشان انا عجزت، انا جبتها عشان عجبتني، حلوه شكلها حلو. دي ب20,000؟ اكيد لا، مش ب20,000 ولا حاجه. انا اديت لها ال20,000 زي ما قلت لك عشان خاطر تبدا حاجات في المحل، باباها يشتري ماتيريال. وبعدين مين دي اللي هتيجي تشتغل بقى عندنا؟ هي البنت اللي قابلتها، بنت الراجل النجار، باباها قعيد وقاعد في البيت، فهي بتشتغل عشان تساعده. ما شاء الله عليها بصراحه، عجبتني. ثانيه بس، هي باباها قايد؟ باباها قعيد يا عيني، وعندهم اخت كده الله يسامحها، بيقولوا انها هربت وسابتهم ولا ايه، فالله يسهل لها بقى، مالناش دعوه. المهم ان احنا ايه، هي هتيجي تشتغل هنا في البيت. ايه دي الكوبايه تتكسر. سوري، خبطت فيها من غير ما اقصد. طيب ما تجيبهاش تشتغل. ليه يا حبيبتي ما تجيبهاش تشتغل ليه؟ يا ماما يا حبيبتي، انا من ساعه ما ابنك اتجوزني انا قصرت معاكي. بتلقلقي في الكلام ليه، مالك؟ مفيش، انا من ساعه ما دخلت البيت ده قصرت معاكي في حاجه؟ لا ما قصرتيش في حاجه، بس انا كمان من حقي ان انا اريحك يا مرات ابني. لا انا مرتاحه، يعني خدمتك على راسي من فوق، بس ما تجيبيش حد. وبعدين احنا ايه ضمننا ان دي تبقى كويسه؟ لا ما تقلقيش، البنت اللي تعمل كده وتقعد على الرصيف في عز البرد وتبقى قاعده بتدعي ربنا يا رب يفرجها وتخدم باباها وتساعد وتنزل بنفسها كده وكمان بتشتغل معاه، دي تبقى شقيانه وامينه جدا جدا، وامينها على اي حاجه. ايوه بس انا مش موافقه ان تيجي واحده تشتغل عندنا. هو معلش يعني، هو انت اللي توافقي من اللي يدخل بيتي وبيت ابني؟ اسفه يا ماما، مش قصدي حاجه، بس انا قصدي ان انا مش هستريح غير لما اخدمك بنفسي، وبعدين هناخد ثواب. اوكي سيبي الموضوع ده بعدين وربنا يسهل. انا بس ايه داخل في دماغي ان انا اشوف محل كده عشان افتح له الراجل دوت، علشان يجيب فيه كل الحاجات الخامات بتاعته، واجيب له كمان صنايعيه. وقبل كل ده انا عاوزه ابعت للناس بتوعنا بره مصر عشان يسوقوا له الشغل بتاعه، عشان اول ما يشتغل ويبدع كده ويعمل انتاج حلو الشغل بتاعه كله يسافر بره. كل ده من مره شفتي البنت؟ لا مش من مره شفت البنت، من مساعدتها لباباها. عارفه زمان لما كان اب يقع كنت تلاقي الاولاد والعيله والزوجه والكل تحت رجليه. دلوقت الجيل ده صعب قوي انه يقف جنب حد، انه يقف جنب حتى اقرب الناس ليه، امه وابوه، صعب يشيل حد. ده بيقول انا كفايه اني شايل نفسي. طيب بصي، انا كنت محوشه فلوس هديهم لها ونساعدها بيهم وما تجيش تشتغل. لا يا حبيبتي، فلوسك خليها لنفسك، وقلت لك سيبي الموضوع ده بعدين. المهم انا طالعه ارتاح شويه لان انا بجد تعبت جدا. يلا يا نهارك ابيض يا ندى،
يا نهار مش فايت، واحدة بتبيع حاجات وابوها قاعد. يا نهار. ربنا يستر طريقك يا بنتي. عاوزين ندفع الايجار وندفع اللي علينا ونجيب خامات عشان نشتغل تاني. يا بابا. ايه يا يا حبيبتي؟ بابا يا حبيبي عامل ايه؟ الحمد لله. كويس؟ الحمد لله. كلت؟ الحمد لله. خدت علاجك؟ المهم اتاخرت ليه بس؟ وايه خبر جميل وخبر انت بعت الشغل كله؟ ده بص يا بابا بقى، انا جايه لك بخبر حلم كده ولا كان في الخيال. ايه يا بنتي؟ انا بعت الشغل كله فعلا. لا وكمان ايه، بص يا بابا، بص. ايه ده؟ بص الفلوس دي كلها. دي منين دي؟ ايوه اصبر بس يا بابا، هقول لك فاهمك. الست اللي خدت مني الشغل كله طلعت طيبه قوي يا بابا. احنا بنشحت يا بنتي؟ لا مش بنشحت، اسمعني بس يا بابا هفهمك. هي مش بتشحتني ولا اي حاجه. الفلوس دي انا هعمل بيها مشروع، مصنع ومحل نبيع فيه حاجتنا. وكمان قالت لي ايه، ان شغلك انت حلو قوي وممكن يسافر بره ويجيب فلوس كتير. دي مين الست دي يا بنتي؟ ايوه يا بابا، دي ست طيبه قوي وقلبها طيب خالص. وقالت لي ايه بقى، ان هفتح لابوك المحل والورشه اللي يشتغل فيها ويعمل فيها الشغل الجميل بتاعه الهاند ميد الجميل ده، ويسافر بره، وانت ايه بقى تيجي تشتغلي معايا في البيت. لا يا بنتي تشتغلي شغاله عندها؟ لا يا من بابا، امتى الكلام ده؟ مش شغاله يا بابا، وبعدين هو الشغل مش عيب. بص هي قالت لي بس عشان ما اقعدش في الشارع وايه بقى، واللي رايح واللي جاي يرزل عليا وكده، وان انا لما بقى في البيت وبين 4 حيطان وكده هبقى مقفول عليا وفي الامان احسن. هي ست طيبه قوي يا بابا، مش عايزين اشتغل عندها. انت بتلفي في الشارع بشغل ابوك، يعني شغلك يعني براس مالك، يعني مش ماشيه تشحتي ولا ماشيه تعملي حاجه غلط، بتبيعي شغلنا تمام، يعني صاحبه شغل، مش ماشيه تمدي ايدك لحد يا حبيبتي. ايوه يا بابا، تسيبي شغلك ده وتشتغلي شغاله يا بنتي. ايوه يا بابا، الست دي طيبه واعتبرتني زي بنتها، مش عايزاني خدامه يعني. او قالت لي انت هتشتغلي بكرامتك وهتبقي زيك زي مرات ابني، ومش هنعاملك وحش، انا بس عايزاكي في الامان وبين 4 حيطان. وكمان يا بابا، هو انت لما هتعمل المشروع ده وهتعمل المصنع والورشه وكده، احنا مش هنحتاج حاجه، واحنا مش هنبقى قليلين في وسطهم، يعني هنبقى زيهم طب هي اصحاب اديتك فلوس قالت لك ايه اعمال. بالظبط؟ قالت لك اعمل بيها ايه؟ بص يا بابا، هتعمل بيها الفلوس إيه؟ دي ده حلم والله يا بابا واتحقق. بص هتعملي بيها الفلوس إيه؟ دي، الفلوس دي هنفتح بيها المحل تمام، وهي هتجيب لنا الصنايعيه اللي يشتغلوا معاك، وانت طبعا ايه هيبقى معاك الصنايعيه وكده وهياخدوا بالهم منك، وانا هشتغل معاها بقى. يعني دي نعمل بيها ورشه؟ مش هيكفي. والانتاج اللي هتاخده منا؟ ايوه، وهتسوقوا بره. هتسوقوا بره كمان؟ ايوه، احنا هي لها مالناش دعوة. علاقات كتير قوي ده بابا. دي شوف يا بنتي. واصله قوي، دي ست واصله قوي. شوف يا بنتي، لو هي هتاخد مننا انتاج سواء بقى بره سواء جوه هي حره، بس عن شرط اي انتاج ننتجه هي اللي تاخده. سوقته بقى هي بره سوقته جوه، كسبت منه قليل الكتير حلال عليها. ايوه بابا، اهم هي حاجه هتعمل كده. نضمن ان العجله عندنا تدور، ونعرف يا بنتي بقى نسدد اللي علينا ايوه يا بابا، افرح بقى يا بابا، انت إن مش شاء الله. بتعرف تفرح. احنا اتحقق لنا حلم ما كانش على الخيال ولا في البال. الحمد لله. افرح بقى يا بابا، الحمد لله يا يا رب. بنتي. بص يا بابا، دي دعواتك ليا ودعوات ودعانا لربنا ان هو يرزقنا، والحمد لله رزقنا. انا هفرح امتى؟ ايه يا بابا؟ لما اشوف كده عريسك داخل عليا. عارف ايه بس يا بابا، المهم ان انت تبقى كويس. انا عندي ان تبقى كويس يبقى بالدنيا كلها، انت عندي في الدنيا كلها يا بابا. ربنا يخليك لي يا حبيبتي. انا لازم اروح لها دلوقتي واشوف ايه الحوار ده، اصل مفيش غيرها. ايوه مفيش غيرها، اصل مين دي اللي باباها شغال نجار واختها مشيت؟ اكيد انا. بس انا مستحيل اخليها تيجي تشتغل هنا خدامه. دي لو حماتي عرفت اي حاجه عن الموضوع ده، ولا عرفت ان البنت دي تبقى انا، هطرد وحياتي كلها هتتدمر، وانا مش هسمح بكده. انا لازم دلوقتي اروح وهددها ان هي ما تجيش هنا تاني. وبعدين يا ندى خنقتيني باللي انت بتعمليه فيا ده. لا حول ولا قوة الا بالله، يعني فضلت ماشي لحد ما رحت قدام باب الشركة، لازم اروح ارجع تاني بقى اروح اجيب الدوسيه. ندى، يا ندى، ايه ده؟ ندى راحت فين؟ انت كنت طلعت فوق؟ ما انا كنت فوق دلوقتي، ما لمحتهاش خالص، واكيد مش في المطبخ يعني. راحت فين دي؟ امي عامله ايه؟ انا كويسه يا حبيبي.
يا ندى. مش موجودة فعلا. عماد ايه اللي جابه دلوقتي؟ وداخل على جوه جري. وايه اللي بيحصل في البيت الغريب ده؟ بعد اذنك يا امي. خد يا عماد. ايه؟ مراتك فين؟ مراتي فين؟ هي ندى مش هنا ولا ايه؟ لا مش موجودة. انا طلعت اريح فوق شوية، نزلت دلوقتي مش لاقياها. ما تعرفش راحت فين يعني؟ لا معرفش راحت فين. هي قالت لك؟ لا ولا قالت لي اي حاجه خالص. وبعدين بقى ازاي تخرج من البيت كده من غير ما تقول لنا؟ ماشي يا ندى. على العموم كويس ان انت جيت. هو انت كنت جاي ليه اصلا؟ دماغي برضو اتقلبت بسبب زفت اللي اسمها ندى دي. كل شويه عايزه تغير الدهب عايزه تغير الدهب. قلت اتمشى لقيت نفسي قدام باب الشركه. قلت ارجع بقى اجيب الورق. انا ملاحظه ان ندى الفتره دي بقت بتتدخل في حاجات ملهاش فيها. بتسالني انت ليه بتاخدي فلوس من المكتب؟ ندى؟ بقول لها هجيب واحده تشتغل عندنا في البيت وانت ازاي ما تقوليليش؟ ايه ده يا عماد النبره الجديده اللي بتكلمني بيها؟ وانا ماليش لازمه ولا ايه؟ لا يا امي عيب عليك ما تقوليش كده. طب ايه يا حبيبي؟ انا مستغرب. ما انا مش عارف ازاي اصلا جالها الجراءه اللي هي تكلمك في مواضيع زي كده. وبعدين اصلا دي فلوسك انت. انا مش فاهمه. وبقول لها هجيب شغاله بتقول لي مش مشكله انا معايا شويه فلوس هديهم لها محوشاهم هديهم لها واشتغل انا. هي هتشتغل هنا خدامه بالفلوس ولا ايه؟ انا مش فاهماها. يعني انت عايزه تريحيها ايوه وتجيبي لها شغاله هي كمان مش موافقه؟ مش موافقه. ما هي عايزه ايه؟ والله ما انا فاهمه. المهم لما تيجي ابقى اسالها. خلاص استاذن انا بقى. لا في موضوع مهم جدا عايزاك فيه. اموريني. انت عارف طبعا ان بابا كان نجار. جد الله يرحمه. ايوه الله يرحمه ويحسن اليه. وكان حلم عمره ان الشغل اللي بيعمله بايده ان هو يكبر والورشه تكبر ويبقى عنده مصنع كمان. ولكن يعني الظروف ما ساعدتش. المهم الله يرحمه. بس ليه يعني الموضوع ده؟ انا زي ما قلت لك ان انا قابلت البنوته اللي انت قابلتها على الباب النهارده. باباها بيعمل الحاجات دي. تمام. بس في حاجه بقى يا عمده ان باباها قايد وهي بتلف في الشوارع عشان تعرف تبيع حته ولا اتنين ان باعت اصلا. تمام. وبتساعد باباها. فانا عرضت عليها ان انا افتح لهم محل واجيب لهم صنايعيه الراجل ده بايده يشغل المحل ويبقى ورشه كبيره. طب جميل. ايه رايك؟ لا حاجه حلوه والله. والبنت هتبقى شغاله هنا تحت عينينا. تمام. هي البنت دي انت اللي هتجيبها تشتغل اللي هنا؟ انت شفتها شفت وشها سمح ازاي؟ ده مسكينه ومنكسره. شقيانه وغلبانه. بس انا بفكر بقى بطموح اعلى من كده. اللي كان نفسي بابا يعمله انا عايزه اعمله مع الراجل ده. ان شغله يسافر بره مصر. الانتاج بتاعه؟ ايوه. يعني انت اللي هتسوقي له؟ ايوه. تقدر تساعدني؟ ان كان على كده يا امي خلاص ماشي عادي اقدر اعمل كده اللي انت عايزاه. انا قلت لها ان ابني بيفهم في التسويق وتعرف عملاء بره مصر وحاجات كتير قوي وانك انت هتقدر تساعدها. انا عندي فكره جميله إيه؟ برضو. ايه؟ قولي. هقول لك. الشغل بتاعنا احنا بنصدره بره. اخد الشغل بتاعه واعرضه برضو على الناس اللي بره. وبكده ان شاء الله شغله 75% اضمن اللي هو هيمشي وهيتباع. ما شاء الله. شوف شغل الراجل بايده وبحاجات بسيطه كده وهو قاعد على كرسي في البيت مطلع شغل بالنظافه دي. ما بال بقى لما نجيب مكن وورشه كبيره واجهزه حديثه. الراجل ده هيعمل شغل شكله ايه؟ لا. ده فنان. لا بسم الله ما شاء الله تسلم ايده. خلاص يا امي اعتمد على الله وخليه يعمل ويشتغل ويصنع وماليش دعوه بالتوزيع. التوزيع بتاع الانتاج بتاعه ده علينا احنا. خلاص على خير. عايزاك بقى تشوف الهانم بتاعتك راحت فين. هتتصل بيها ولا هتعمل ايه؟ لا انا ولا هتصل بيها ولا اي حاجه. امال؟ انت برضو كانك ولا سالت عليها. وانا ولا كاني جيت هنا خالص. ولازم اعرف مراتي راحت فين من غير ما تقول لي. ده اول مره تعملها. يعني انت هتستناها لما هي تقول لوحدها؟ ان شاء الله يا امي. خلاص. هي عمرها خرجت من غير ما تقول لنا؟ ابدا. ما انا بستغرب. ولا انا اللي اعرفه اللي ملهاش اهل يعني. خلاص سيبها لله. بعد اذنك يا امي. ماشي يا حبيبي. انا بقى اكلم البنت
هكلم البنت على ايه؟ يوه، انا نسيت اخد رقمها. انا واثقه ان هي هتيجي تاني، واثقه ان هي هترجع، عشان خاطر هي ماشيه فرحانه قوي، ماشيه وهي فرحانه ومبسوطه، وزمانها دلوقتي فرحت باباها، فان شاء الله هترجع. هكلم انا دلوقتي المحامي عشان يعمل اوراق، وكمان يكلم حد من السماسرة يشوف ورشة حلوة. عملت لك بقى يا بابا كوبايه شاي عشان تعدل دماغك بعد العلاج. تسلم ايدك يا بنتي. انا فرحانه قوي يا بابا، احنا الدنيا ضحكت لنا خلاص ومش هنشيل هم اي حاجه. الله، انا ما كنتش متخيله ان ربنا يرزقنا بالطريقه دي. الحمد لله، وربنا عالم بالحال. الحمد لله يا رب. شوفي مين هيجي لنا دلوقتي؟ شوفي مين. ايه ده؟ ندى؟ انت ايه اللي جابك؟ هو انت لسه فاكرانا؟ انت عرفت العنوان كمان؟ لسه عارفه العنوان؟ عامة يا بابا انت ما قلتيش اقعدي، فانا قلت لما اقعد. بقول لك اقعدي ليه؟ انا مش طايقك اصلا. انت مش فاكره نفسك عملتي ايه؟ ايه اللي انا عملته؟ نعم؟ انت مشيتي وسبت البيت. ايوه كنت عايز نقعد معاكم في المكان ده. على العموم ده مش ده اللي انا جايه عشانه، ومش ده الكلام اللي انا عايزه اتكلم فيه دلوقتي. خير، عايزه ايه؟ عايزاكم تبعدوا عني. نبعد عنك؟ واحنا نعرف مكانك اصلا؟ حول ولا قوه الا بالله. تعرف مكاني ازاي؟ اللي خلى بنتك جت النهارده عندي. جت عندك؟ انت رحت عندها ازاي؟ انت بتقولي ايه؟ جيت عندك فين؟ هو انا اعرف لك مكان اساسا ولا احنا نعرف لك مكان من ساعه ما طفشتي وسبتينا؟ انت اصلا انت جايه تعملي ايه؟ انا جايه عشان اقول لك ابعدي عني. الست اللي كانت معاكي النهارده الصبح وخدت منك العصايه وخدت منك الحاجات الخشب، ولا قالت لك هفتح لك يا محل بابا دي مين دي يا ست؟ انت تعرفي الست دي منين؟ واديتك 20,000 جنيه. كمان انت عرفتي ده كله منين؟ ما هو ده اللي انا جايه لك عشانه. جاي عشان ايه؟ انت عرفتي ده كله منين؟ انت كنتي معانا؟ ايه ده يا بابا؟ انا هي كانت معانا ولا ايه؟ انت عارفه منين ده كله؟ انت عرفتي ده ازاي يا بنتي؟ علشان دي حماتي. ايه؟ حماتك؟ انت اتجوزتي؟ اه حماتي. الله. واه اتجوزت. اتجوزتي؟ والاستاذ اللي اتجوزك ده كده بقى راجل يبقى ابن اصول ان يتجوزك كده من ورا اهلك؟ ما سالش على اهلك؟ انا مش جايه عشان نتعاتب، ولا جايه علشان تتفاجئ، ولا جايه علشان كل ده. انا جايه عشان اقول لكم ابعدوا عني، سيبوني في حالي. وعلى الفلوس، عاوزين فلوس هديكوا فلوس، مش عايزين منك حاجه. لكن بنتك ما تجيش تشتغل عندنا. تشتغل عندكم؟ مع حماتي عرضت عليها ان هي تشتغل خدامه. انا عارف الموضوع يا بنتي، ما خبتش عني حاجه عشان دي بنتي. دي بنتي ما بتخبيش عني حاجه، مقدره اللي انا فيه، ماشي؟ واقفه جنبي ودراعي اليمين وفي ظهري، وبتعمل احسن من الرجاله. ربنا يخليها لك. المهم ان انت يلا اتكلي على الله من هنا، مش عايز اشوفك. اتكلي على الله، مش عايزين نشوفك اصلا. انا كمان مش عايزه اجي والله. يلا. بنتك ما تجيش عندي البيت. يلا يا ماما، مش تيجي عندك تاني، خلاص يلا خلصنا من الموضوع ده. توكلي على الله، الله يسهل لك. توكلي على الله. انت لا بنتي ولا اعرفك، انا ليا بنت واحده بس، والتانيه اعتبرتها ماتت. ما انا قلت لك ربنا يخليها لك، اعتبرها ميته بقى، ويا ريت ما حدش يجي عندي البيت. يلا. عن اذنك. لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله. هي كمان اللي جايه وزعلانه ومتنرفزه علينا. ايه يا بنتي، انت رحت عندها ازاي، ولا ايه اللي حصل ده؟ شفت يا بابا؟ ايه اللي حصل؟ انا كنت حاسه ان احنا فرحتنا مش هتكمل، لا اله الا الله. وبسببها برضو فرحتنا ما كملتش، برضو هي السبب في كل اللي احنا فيه. ولا اي حاجه حصل، ولا كأن اي حاجه حصلت يا بنتي. بص، انت عارف يا بابا، انا سمعت صوتها وما صدقتش وداني. ممكن ما تخيلتش انها ممكن تكون في البيت ده. انت عارف يا بابا، ده فيلا فخمه قوي. انا معرفش هي ازاي وصلت للراجل ده واتجوزته ازاي. ما لحقناش نفرح. خش يا بنتي هاتي الفلوس من تحت المخده بسرعه، خشي بسرعه. حاضر. روحي هاتي الفلوس دي من تحت المخده، انا هتصرف انا ان شاء الله. يا نهار ابيض، ما بنلحقش نفرح. طب اقول لك تعالي هقول لك على حاجه. تعالي يا نغم، تعالي. نعم يا بابا. تعالي. جبتيها؟ ايوه فلوس اهي. بصي يا حبيبتي، هتاخدي الفلوس دي وتروحي للست، ماشي، اللي اديتها لك، حاضر يا بابا. ترجعها لها وقول لها بابا رفض، وبقول لك شكرا، احنا مش عايزين مساعده من حد. ولو قابلت اختك هناك ولا كانك تعرفيها ولا كانك شايفاها. هو احنا نعرفها ولا نعرفها اصلا؟ امسكي يا بنتي،
ويعوض علينا ربنا. روح للست قول لها شكرا، والله كان بابا فرح في الاول بس فكر في الموضوع وقال لي احنا مش عايزين مساعده من حد، وهنفضل شغالين يا بنتي زي ما احنا، وربنا يكرمنا من ناحيه تانيه ان شاء الله. يلا توكلي على الله. حاضر يا حاضر. منك لله يا ندى، منك لله، ما بنلحقش نفرح بسببك. استغفر الله العظيم يا رب. مكتوب عليك يا بنتي تكملي في الشقه. انا قلت ما صدقت هترتاحي وتبقي كويسه. ربنا يكرمك ان شاء الله يا نغم باذن الله، ويعوض عليكي ويكرمك زي ما بتكرميني كده واقفه جنبي على طول. ودي الحمد لله وصلت، والحمد لله متأخرتش، وده الصح اللي انا عملته. احسن حاجه ان انا رحت لها واتكلمت معاها، ودي ما بعيدوا عن طريقي، ولا حد هنا يعرف ولا هم كمان يخشوا حياتي بقى تاني، وافضل بقى زي ما انا، زي ما هم عارفين ندى يتيمة الام والاب. ندى، نعم يا ماما. كويس انك جيتي. كنت فين؟ انا كنت بتمشى. بتتمشي؟ اه. ايه كم الاستهتار اللي انت فيه ده؟ يعني ايه بتتمشي؟ يعني ايه تخرجي اصلا من البيت من غير ما تستأذني الكبار اللي فيه؟ انا موجوده وجوزك فيه تليفون تقدري تستأذنيه. افرض جرالك حاجه بره، ساعتها احنا نعمل ايه؟ اسفه يا ماما، ما كانش معايا رصيد، وبعدين ايه ما كانش معاكي ايه؟ عيب قوي في حقك وحقنا الكلمه دي. يعني ايه ما كانش معاكي رصيد؟ الباقه لسه خلصانه، والمفروض ان هي تخلص على اول الشهر. انت كدابه. 20. الباقه بتتجدد تلقائي، اول ما الرصيد يخلص كده كده بتتجدد. في حاجه غلط، وانا ما بحبش اللف والدوران، وشكلك كده بتوقعي نفسك بايدك. بصي بصراحه نزلت اجيب هديه لعماد، بس ما لقيتش حاجه مناسبه. هديه لعماد؟ ايوه يا ماما، انت ناسيه عيد ميلاده النهارده؟ اه فعلا، هو عيد ميلاده النهارده. بس ازاي ما لقيتيش حاجه يعني؟ ايه المحلات قفلت؟ لا يا ماما مش كده، بس انت عارفه عماد مش اي حاجه بيلبسها. اكيد عارفه عماد مش اي حاجه بيلبسها. اوكي، طب كنتي قوليلي، كنت على الاقل عرفت احضر هديه انا كمان، او حتى بعتنا المحل جاب تورتات وحاجات. لا انا وصيت عليهم كلهم. طيب كويس، اوكي ماشي. اتمنى ان ما تتكررش تاني، لان كنا قلقانين. وتتصلي بجوزك وتقولي له ان انت كنت بتتمشي ورجعتي البيت عشان تطمنيه. حاضر هقول له كده. تمام. وعايزه اقول لك على حاجه تاني، بعد كده الحاجه اللي تخص شؤون البيت ما تتدخليش فيها من فضلك. حاجه ايه؟ زي الشغاله وزي الفلوس وزي حاجات كتير قوي يعني. حاضر يا ماما. اوكي حاضر. اوكي عن اذنك بقى علشان اطلع اغير. طبعا، اتفضلي. مع اني مش مقتنعه، بس ماشي. حته عيد الميلاد كانت سبب قوي انها تفلت من ايدي. اوكي. انا هديه حلوه عشان عماد، وابعت اجيبها عشان ما يقولش يا امي انتي مش فاكراني. البت السوسه دي عملت كده من غير ما تقولي. اوكي، ولا اقوم اروح هقوم اروح للمحامي، وانا راجعه اعدي على المول واجيب اللي انا عايزاه على ذوقي. صح كده؟ هقوم اجهز عشان اروح للمحامي. منك لله يا اختي، منك لله. انا كنت خلاص فرحت وقلت الدنيا اتحلت، لكن هنعمل ايه؟ قدرنا. لا منك ولا كفايه شرك، يعني لا بتساعدينا ولا حتى بتخلي الناس تساعدنا. يلا الحمد لله، رزقنا عليك يا رب. هو في ايه؟ مين بيخبط؟ امال فين ماما؟ ماما شكلها مشيت.
ايه ده؟ انت جايه تعملي ايه هنا؟ ايوه يا ندى، انا مش جايه لك يا ندى. خشي. انت جايه تعملي ايه؟ انا جايه، ما تخافيش، انا جايه اهدي الفلوس لحماتك وهمشي على طول. وبعدين لو كنت فاكره ان انا جايه هنا عشان اقول ان انت اختي واعمل لك مشاكل وكده، ما تخافيش، انا مش هعمل كده. ايوه ماشي خلاص، اديني الفلوس وانا بديها لها. لا طبعا ما ينفعش، انا اللي لازم اديها لها بايدي، زي ما هي اديتها لها بايدها لازم اديها لها بايدي. لا ده انت عايزه تعملي مشاكل على كده. بصي يا ندى، انا لا عايزه اعمل لك مشاكل ولا اي حاجه، واذا كنت خايفه من النقطه دي انا مش هعمل كده. انا اصلا ما يشرفنيش ان اقول ان انت اختي، ولا عايزه اعرفك. طيب حلو، وانا كمان مش عايزه اعرفك. قلت لك اديني الفلوس وهاتيها من قصيرها وامشي، وهي لما تيجي هبلغها، خلص الموضوع. انت ليه مكبراه؟ خلاص يا ندى، انا هديها لها بايديا وهمشي على طول. طب وهي وإن شاء دلوقتي الله مش إن أنا أعرفك. موجوده؟ هو انت فاكره ان انا هصدق الكلام ده؟ اكيد هي موجوده، هتروح فين يعني؟ قلت لك مش موجوده، ما هي لو موجوده انا مش هقفل الباب بالطريقه دي ومش هدخلك تتكلمي معايا. انت بتزعقي ليه كده؟ مش كفايه سكتلك وانت هناك وبتزعقي قدام بابا؟ انا احترمت بس بابا عشان كان قاعد وما رضيتش هرد عليكي، لكن هنا كمان وهتزعقي لي؟ بصي يا ندى، انا لا ناوي اعمل لك مشاكل ولا اي حاجه، ولا عايزين نعرفك خالص يا ستي. روحي بخيرك وبشرك، طب مش يلا عايزين منك حاجه. حضرتك روحي لحد ما حماتي. ايه ده؟ انت جيتي؟ تعالي. واقفه على الباب ليه يا ندى؟ ماما هو انت هنا؟ موقفه على الباب ليه؟ لا افتكرتك مش موجوده فقلت لها تمشي يعني لحد ما انت تيجي. اقعدي. اصبري بس يا ست هانم، انا جايه اقول لك على حاجه. خير. بصي، انا بابا ما وافقش خالص ان انا اشتغل في بيوت، وبيقول لك اتفضلي الفلوس واحنا مش عايزين اي حاجه. احنا عندنا ناكل لقمتنا بعرق جبيننا ومش عايزين حاجه من حد. عن اذنك. اقفي هنا. اقعدي. اقعدي. اما سيبيها يا ماما تمشي. استني بس يا ندى. لا، حتى لو انت مش عايزه تشتغلي خدامه خليكي ما تشتغليش، مش مشكله، بس المهم انك انت تحققي حلم بابا وتفتحي له ورشه كبيره ويبقى فيها صنايعيه وحاجات كتير قوي. على فكره قبل ما يكون حلمك وحلم ابوكي ده حلمي انا كمان ونفسي احققه. وبصراحه انتوا جيتوا له من السما ان انا اساعدكم في الموضوع ده عشان احس ان انا حققت حلم بابا الله يرحمه. انا اسفه يا هانم، انا طول عمري بسمع كلام بابا وما بقدرش اكسر له اي كلمه، وهو مش مرتاح للموضوع وقال لي رجعي لها الفلوس واحنا هنعيش زي ما احنا عايزين. ما انت عن اذنك. انت اسمك ايه يا؟ خلاص، ما كنت هتكلم معاها برضه ما سمعتنيش ومشيت. هو انت ليه كنت بتزعقي لها على الباب؟ كانت بتكلمني بطريقه مش كويسه، عماله ترزع في الباب بقالها شويه، وانا الصراحه ما كنتش اعرف ان انت هنا. لا دي قله ذوق فعلا. غير كده انا قلت لها تديني فلوس اديها لك، فقالت لي لا انا لازم اسلمها صاحبه المال على اساس ان انا هسرقها يعني. لا هي في دي عندها حق، لان هي استلمتها من ايدي فلازم تسلمها لايدي. انت مالك متوتره ليه؟ عادي يعني. لا مش متوتره خالص، انا هطلع فوق علشان ما لحقتش اغير. انا كمان خارجه عشان رايحه للمحامي. محامي؟ مش مهم، كنت هسألها محامي ايه، بس يلا مش مهم. المهم ان البنت دي مشيت وانا اطلع بقى فوق كده ارتحت نفسيا. يا بابا ازيك يا حبيبي؟ عامل ايه؟ عملتي ايه؟ هعمل ايه بس يا بابا؟ عملت اللي انت قلت لي عليه. اديتي الفلوس الست؟ ايوه. طب ما حصلش حاجه الحمد لله؟ لا يا بابا، هي ندى اللي فتحت لي وكانت فاكره ان انا رايحه عشان اعمل مشاكل وابوظ لها الدنيا هناك، لكن الحمد لله عدت على خير. الله يسهل لها، هي دماغها وحشه اصلا. انا اديت الفلوس للست وما قلتلهاش اي حاجه، وقلت لها احنا اصلا مش عايزين نعرفك ولا عايزين منك لا خير ولا شر. قلت لمين الكلام ده؟ لندى. لندى؟ الله يسهل لها، الله يسهل لها، تبعد عننا وخلاص بقى. ايوه، انا قلت للست ان بابا مش موافق على شغلي معاكي، وهو قال لي خلاص خلينا زي ما احنا ومش عايزين شفقه من حد ولا عايزين شحاته من حد، احنا هنعتمد على نفسنا واللي ربنا يرزقنا بيه احنا راضيين بيه. ايوه يا بنتي الحمد لله على كل حال، مفيش احسن من الرضا يا بنتي. الحمد لله، وكويس ان احنا عرفنا الموضوع ده من بدري احسن ما نتورط في شغل معاهم وبتاع. ايوه يا بابا، انا متخيله ازاي
لو كنت رحت واشتغلت عندهم ساعة ما مشيت، واتصدمت بندى. ساعة ما مشيت وانا ضغط عيلي. معلش يا بابا، معلش. ربنا كل يصلح حالك. واحد وربنا اللي رايده لنا خير هيده لنا ان شاء الله. معلش يا بنتي، بس شوفي لي العيال كده عندك جوه. حاضر حاضر يا بابا، انا مش عايزاك تزعل نفسك وتتعب. بص الدنيا مش مستاهله اي حاجه خالص، وندى دي انساها، امحيها من الوجود اكنك ما جبتهاش. الحمد لله. وانا يا بابا، هو انا مقصره معاك في حاجه يا بابا؟ لا لا الحمد لله. خلاص اعتبرها مش موجوده ولا اكنها كانت في حياتنا هات اصلا. لي بس العجوات الميه معاكي. حاضر يا بابا حاضر. كويس ان عرفنا الموضوع من بدري، احسن ما اجيب بضاعه واجيب خامات واصنع واتعب واشقى وفي الاخر تطلع لي هي في النص كده، كان بيتنا اتخرب. الحمد لله انا عرفنا من بدري. الحمد لله. ادخل. امي طبعا مستغرب ان انا جيت لك المكتب. خير، في حاجه ولا ايه؟ ده في حاجات. ما تفهمينيش. اولا ندى جيت ولا لسه من بره؟ جت. وعرفت ليه كانت فين؟ عرفت ورجعت عرفت تاني. بقول لك يا امي، الفزوره دي ولا ايه؟ انا مش فاهم حاجه. انت عارف ان امك بتحب دايما تجيب قرار الموضوع. طبعا. بص يا قلبي، البنت جت وقالت لي ان هي كانت خارجه تتمشى شويه، ماشي. كانت مرتبكه، وبعد كده رجعت قالت لي لما انا ضغطت عليها اصل النهارده عيد ميلاد عماد. تمام؟ ايوه يوم النهارده عيد ميلاده صحيح. بالظبط. كنت بجيب له هديه فانا ما لقيتش حاجه مناسبه لعماد. انا بصراحه بيني وبينك دخلت عليا، كلت الحوار وقلت تمام مش مشكله، وكنت رايحه خلاص للمحامي وطلع عشان اجهز. ايه يا باشا، ايوه. لقيت حد بيخبط على الباب. مين اللي وبعدين؟ بيخبط على الباب؟ البنت اللي كانت جايه تشتغل خدامه. دي علاقتها بالموضوع ايه؟ ده علاقتها وعلاقتها وعلاقتها. مراتك ما كانتش رايحه تشوف لك هديه، ما كانت فين؟ مراتك راحت عند اهلها اللي قالت لنا ان هم متوفيين. اهلها؟ طلع ليها اهل. ازاي يا امي بتتكلمي الكلام ده؟ ايوه، طلع ليها اب وليها اخ زفت اخت، طلع عندها عيله. يعني أنت بتكذب وعيلتها علينا؟ هم مين بقى؟ ايوه. الراجل القعيد الغلبان والبنت اللي كانت هتشتغل عندي خدامه. بقول لك يا امي، دي قصص من القصص الهندي دي. ولا هندي ولا فرنجي، هي دي الحقيقه. انا وقفت وسمعت كل حاجه، وهي بتقول لها انت جيتي وبهدلتي بابا وهنتيه وزعلتيه، احنا جايين عشان نرجع الفلوس ومش عايزين مساعده ولا عايزين نعرفك. هي قالت لها انا كمان مش عايزه اعرفكم، انتوا جايين تهدوا حياتي. وسمعت كل حاجه بالتفصيل، بس ما رضيتش اقول لها ان انا سمعت حاجه. سايبه لك انت القرار. دي واحده هربت من اهلها وعرفتنا ان اهلها متوفين واتبرأت منهم. ها، استعرت منه. قول لي بقى هتعمل ايه؟ هعمل ايه؟ خليها على ذمتك وتسامحها، لا طبعا. ولا هترد كرامه الراجل ده، ولا انت عايز تعمل ايه؟ هقول لك يا امي، اللي مالوش خير في اهله مالوش خير في الناس. ده حقيقي. اللي عملت كده مع ابوها واختها تعمل كده معايا ومعاكي ومع اي حد. بالظبط. بس انا بقى لازم ارد لها القلم 10. والله انا سايبه لك الموضوع ده، بس انا اللي شاغل دماغي البنت جايه وهي مقهوره بترجع لي الفلوس، وبتقول لي بابا ما قبلش ان انا اشتغل عند حد خدام، وكمان ما قبلش مساعده من حد. ما انا هقول لك بقى ده اكبر دليل ان هي راحت لهم وذلتهم. صح كده. هو راجل عنده كرامه، ما قبلش على نفسه لما بنته التانية راحت وقالت لهم ابعدوا عني ولا اي حاجه زي كده، فقال لها لا يا بنتي مش عايزين من وشهم حاجه. شفت؟ طب اقول لك يا امي، بتيجي معايا؟ اجي معاك. يلا. يلا بينا، شوف انت عايز تروح فين وانا معاك. يلا. احنا الاول هناخد ندى ونروح فين؟ عند ابوها. طب هي مش هترضى؟ لا هترضى غصبا عنها. انت هتقول لها ان احنا رايحين مثلا مشوار او نعمل احتفال بمناسبه عيد ميلادك؟ لا اروح اغير لها الذهب اللي كل شويه قرفانه بام الذهب ده. شبعه من بعد جوعه. انا عرفت دلوقتي البت ليه طماعه وما بتشبعش، بس بجد ما بتشبعش حرفيا. اقول لها تعالى بقى نروح نغير الذهب وامي هتيجي معانا وبس. انا مش عارفه ليه ما طلعتش زي اختها. اختها محترمه جدا وشقيانه. تعرف انا صادمني ايه اكتر؟ ان انا اتغشيت فيها، ان انا حبيتها بجد لا حول ولا قوه الا بالله. وامنتها على حالي ومالي وخليتها مراتي،
فانا كل ده يطلع كذب ووهم. احنا قلنا يتيمة وهنكسب فيها ثواب، انها تبقى قاعدة في بيت محترم مع راجل محترم مع ست مش بتاعت مشاكل، وكمان تعيش مبسوطة. يا لكن دي جناوي. طلعت وحشة قوي. يلا عشان انا مش طايق. طب يلا يلا يا ابني. ايه يا نادي؟ عامل ايه؟ الحمد لله. حبيت اقول لك كل سنه وانت طيب وانا اسفه. ليه؟ بس بصراحه كده خدت نفسي ونزلت اتمشيت ودورت على حاجه تناسبك، بس ما لقيتش حاجه تليق بيك والله. وقلت بقى اخليها في يوم تاني ننزل انا وانت وننقل الهديه سوا. طب وليه؟ ده انت مراتي حبيبتي. اقول لك على حاجه؟ ايه؟ قولي. احنا هننزل دلوقتي، هنخرج دلوقتي. ويا ست بمناسبه عيد ميلاد انا هغير لك الدهب اللي انت كنت عايزه تغيريه. ايه؟ ايوه. طب انت هو انت بتقولي ايه؟ بس ازاي؟ ما هو ده عيد ميلادك انت، يعني المفروض ان انا اعمل لك حاجه تفرحك. يا حبيبه قلبي، هو في فرق بيني وبينك؟ احنا الاتنين واحد. وعلى فكره امي بره في العربيه. يلا هي هتيجي معانا. مامتك كمان جايه معانا؟ ايوه. ايه زعلانه ولا حاجه؟ لا يعني هي موافقه ان انا ابدل الذهب؟ ايوه طبعا عادي. طيب يلا بينا. يلا. تعالي. هو احنا ايه اللي جبنا هنا وايه المكان ده؟ المكان ده هتعرفي كل حاجه دلوقتي. وانا غير لك الدهب. يلا ادخلي. ما هو ده بيت الجواهرجي، ما رحنالوش المحل. ايه يا بنتي في ايه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا عماد احنا جينا هنا ليه؟ ادخلي. ادخلي. لا مؤاخذة يا حاج اللي انا جيت كده من غير ميعاد ولا اي حاجة. خير يا ابني؟ ممكن نعرف بس اسم حضرتك ايه؟ انا اسمي علي. علي محمد فرج؟ ايوه يا ابني مظبوط. في ايه يا ابني خير؟ ايه يا ندى؟ ما والدك حي يرزق ها؟ ما انت قلت لي هو مش موجود ليه؟ ليه قلت لي ان انت وحيدة في الدنيا دي؟ ليه كدبت عليا يا ندى؟ حرام عليك. ده انا حلمت حلم. انت عارفة يا امي؟ ما كنتش متخيل نفسي ان معايا واحده بالرقه وبالصراحه دي. قلت البنات كلها كدابه الا مراتي، الا ندى اللي تعمل معايا كده. هو انت جوزها يا ابني؟ ايوه. ايوه يا حاج. وانا حماتها. كان نفسي في يوم من الايام ان اقابلك واسلم عليك واقول لك ازيك يا حماية. مش لاقي كلام اقوله يا ابني والله. لكن للاسف مش ينفع تسمعها مني من النهارده. بس قولي لي يا ندى، انت ليه عملتي كده؟ انت ليه اتبريتي من اهلك؟ بطلي عياط وانطقي. عايزني اقول لك ايه يعني؟ هقول لك ان احنا عايشين في بيت زي ده، ولا اقول لك ان بابايا عاجز وان اختي بتشتغل في الشارع؟ عايزني اقول لك ايه؟ كنت توافق عليا ازاي؟ ما هو الحل الوحيد اني اقول لك ان اهلي راحوا عشان تتجوزني. والله هو انت لما تقولي ان ابوكي في الحاله اللي زي دي واختك بتبيع في الشارع، هو ده يعيبك؟ هو ده يعرك؟ ده يقلل من مستواكي؟ لا بالعكس. ما تبكيش يا حاج، ليه كل الدموع دي؟ الفقر مش عيب، لكن اللي انت عملتيه ده هو اللي عيب. اللي انت تتبرى من اهلك هو اللي عيب. اللي انت تكدبي عليا ونبتدي حياه كلها كذب هو ده اللي عيب. هو ده اصلا اللي ما اقدرش اغفر له. ايوه بس انا كنت صريحه معاك في كل حاجه الا الموضوع ده. انت كدبتي عليا. وخدي بالك من حاجه، اللي يتبرى من اهله يتبرى من اي حد تاني. اللي ملوش خير في اهله مش ملوش خير في مكسوفه حد. وانت واقفه جنبها؟ اللي كانت بتشقى وبتتعب في الشارع عشان تساعد ابوها، مش مكسوفه وانت قاعده مرتاحه تاكلي وتشربي وتغيري كل شويه في دهب، وباباكي قاعد القعده دي؟ لا مؤاخذه يا حاج، حقك عليا. باباكي قاعد كده مش لاقي حتى اقول ايه. انا عيب زعلان عليا. منك. انت صعبان عليا. صعبان عليا لما تبقى وحدك كده في الدنيا ومش لاقي حد تروحي ترمي نفسك فيه ولا تحطي راسك على كتفه. الله يسامحك يا بنتي، الله يسامحك. سلام على قلبك الطيب. انت مسامحها؟ انت اسمك الله ايه؟ يسامحها. اسمي نغمة. ساكته ليه يا نغمه؟ اتكلمي. هقول ايه؟ هتقولي. هي هتقولي فعلا.
اختها باعتها، اختها متبريه منها، ولما الحظ ابتسم لهم شويه وجات لهم الفرصه ان هم ممكن يقدروا يكبروا وهي تبطل الشغل في الشوارع، اختها اللي منعتها. يعني ولا بترحم ولا عايزه رحمه ربنا تنزل عليهم. بس على فكره ربنا مش على كيف حد. انا بس ما كنتش عايزاك تعرف، انت لو كنت عرفت كنت هتطلقني. وهتفضل الحقيقة. ليه؟ ودي انا عرفت وهطلقك. وهتفضل الحقيقه مستخبيه. ايوه انت طالق يا ندى. انت بتهزر يا عماد صح؟ هو ما طلقكيش عشان خاطر انت والدك على باب الله ولا اختك غلبانه بتشتغل في الشارع، هو طلقك عشان كذبك، عشان انت كدابه وعشان اتبرأتي من اهلك الناس المحترمه. عماد انت اكيد مش انت اكيد وعيدك. انت اكيد بتهزر. لا انت متحرمه عليا، لو سمحت بعيد استاذ عني. عماد لو سمحت، احنا مش عايزين نعرفها، وانتوا عيشوا حياتكم زي ما كنتوا عايشين، مالكوش دعوه بينا خالص. هي حره في نفسها، احنا اصلا ما نعرفهاش ولا عايزين ما نعرفها. كفايه بقى، ما انا حياتي كلها اتدمرت خلاص كفايه. انت عندك حق، وانا برضو مش عايز اعرفها، ومن النهارده مش هعرفها، لكن من النهارده انا عرفتكم انتوا. بص يا عم علي، المشروع اللي كانت امي بتقول عليه ليكم هيتنفذ. ايوه احنا مش عايزين حاجه يا ابني. لا يا عم علي انت تستاهل على أكتر من فكره كده. مفيش حد بيمن عليك، احنا مش بنمن عليك، دي صنعه ولازم تطلع للنور. ليه حد فنان زيك وبيعمل حاجات حلوه وحاجات محترمه تفضل مدفونه كده؟ يا حاجه معلش اعذريني، دي بنتي برضو، اللي انت طلقتها دي برضو بنتي. بنتك عايز تتويها في بيتك ان شاء الله انت حر، دي حاجه تخصك، احنا مش هنفرض عليك ده، ولا ابني هيقولك ارميها في الشارع. خلاص هي دلوقتي ما عادتش تخص ابني في حاجه، ولكن الشغل ده يخصنا اللي زينا. بيهمنا ان منتجنا منتج مصر ينتشر في كل العالم، وانت حقيقي فنان. طب يا عم علي انت صعبت عليا قوي، صعبت عليا على اللي بنتك عملته فيك، صعبت عليا ان بنتك مش هتسأل فيك، لكن بنتك دي ربنا يبارك لك فيها. عرفت تربي بجد. دي دراعي اليمين والشمال وكل حاجه، وايدي ورجلي دي. انا مش هي اللي هتصعب، انا مش احنا اللي نصعب عليك، هي اللي تصعب عليك، هي اللي ضيعت يعني قدر كبير قوي انها تخدم ابوها وتعمل الصح. هي اللي خسرانه مش انا راضيه باللي انا واقفه قدام جنب ابويا وشايلاه. انا عند ربنا الحمد لله ان شاء الله باذن الله احسن منها. احنا مش عايزين منها حاجه، ده هي صعبان عليا ان بقت في الموقف ده وخسرت ابوها وحنانه. ده كفايه بس لما تترمي في حضنه كده اخر الليل وتبقى مطمنه، لكن وهي لوحدها في الدنيا ملهاش حد، يبقى عايز ايه؟ عم علي بعد اذنك يا ريت تقبل مني الكلام اللي بقوله لك ده. انا عندي كده بيت كده صغير، يعني ممكن تيجي تقعد فيه وتحتيه ورشه، عشان بس ايه ما تتحركش وتيجي كتير، ما يكونش فيه تعب ومشقه في النقل وكده. بالله عليك يا عم علي، أرجوك. بالله عليك. بابا انا ما اقدرش اقول كلمه فوق كلمتك، حضرتك اللي تقدر تحكم. انا اللي انت هتقول لي عليه انا هعمله. طب تسيبونا بس نفكر انا وبنتي كده ونشوف هنعمل ايه. احنا بص قاعدين. بقى يا راجل يا طيب، ما فيش حاجه اسمها تفكير. انا قلت لبنتك من الاول ان ده قبل ما يكون حلمك، ده حلمي انا وحلم ابويا، ان الشغل ده يكبر. بابا ما قدرش يكمل المسيره لان الله يرحمه، انت ربنا يديك الصحه وطولة العمر هتقدر تكمل المسيره والشغل ده انا قلبي يكبر. مكسور على بنتي. بنتك هتتربى لما تقعدها في البيت وتتحبس في البيت وتتطلق وتتحرم من كل حاجة زي ما حصل دلوقتي، ساعتها هتتربى. لكن بص لقدام، بص ازاي تسطر دي وازاي تجهزها وتعيشها عيشة حلوة وتعوضها عن كل اللي فات. بص للي وقفت عصاية سنداك ما اتكسرتش ولا حتى مالت، بص لها، انا باصص لها اعمل عشانها وعامل عشانها طب وكل جات لك حاجه. الفرصة. يا جماعه معلش اعذروني، دي بنتي، ده هي حته مني. ما دي انت ليه بعيدك مش يا قادر عم علي. تفهم؟ يا ما عم حدش علي. قالك بيعها، ما تاخدها، قلنا لك انت هتقعد واكيد في مش شقة. هسيبها طبعا، بس انا طيب. كنت عاوز. طب انت عايزنا اخش البيت واخد الورشه واعمل كده؟ ايوه. خليها على ذمتك. لا دي حاجه تخصه هو. بص يا عم علي، ما دام كدبت عليا ما تلزمنيش. يا حبيبي طايشه، وكل مفيش حد كامل، مفيش حد بقى ملاك. يا عم علي لو انا حصل لي، لا مؤاخذه في الكلام، اللي حصل لك ده شايفة؟ هتبيعني برضه. شايفه يا بيعمل سيدي ايه؟ لا، يعني خليها زي ما هي في مراتك ارفعي راسك، اتعلمت الادب، انما ما تسيبهاش كده يا ابني. اعتذري، دي بنتي. خلاص يا عم علي. اعتذري. بابا
انا مش عايز منك اعتذار يا بنتي، مش عايز منك حاجه، ابعدي عني، ابعدي عني، اسمعي طيب. ابعدي عني يا بنتي، مش عايز منك حاجه. خلاص يا بابا اسمعها، هي عماد. عيله صغيره وغلطت. تعالى نسيبهم مع بعض يقعدوا شويه، واحنا اكيد هنرجع لهم تاني. تعالى نسيبهم مع بعض شويه. تربيتك برضو يا بابا ارجع لك تاني يا عم معلش. هنستأذنك احنا. اتفضلي. يلا ماشي. بعدين يا عماد، الراجل ده صعبان عليا قوي، هتعمل ايه؟ اقول لك على حاجه، هو ياخدها تتربى شويه، تتاسف، يبقى ترجع تاني ماشي. يعني عادي ان انت ترجعها على ذمتك؟ عشان خاطر الراجل ده بس. خلاص، هو مش مستاهل. وانا ان كان عليا ما عنديش مشكله. ماشي. يلا يا حبيبي يلا. ماما انا اسفه. الله يسامحك، الله يسامحك يا بنتي. ماشي يا بابا، انا اسفه، انا اسفه يا نغم. انا عارفه ان انا مهما اتكلمت ومهما قلت انتوا عمركم ما تسامحوني، وخلاص جوزي مش عايزني وطلقني، وانا عارفه ان وجودي في الحياه ملوش اي لازمه. انا اسفه. هاتي البنت دي. ايه دي يا مجنون؟ هاتي، خدي يا بنت. انت بتعملي ايه؟ خدي يا بنت. انت بتعملي ايه يا مجنونه انت؟ بتعملي ايه؟ هو انت فاكره ان احنا هنكرهك لدرجه ان احنا نتمنى موتك؟ ريحكوا مني، همشي. هو مش عايز يسامحني وخلاص، انا كل حاجه فيا انتهت. عايش اعمل ايه؟ انت عايزه انا عايش اعمل ايه؟ هروح فين انا والله؟ انت فين؟ حبيبتي لا، انت اختي ومهما تعمل مش هنقدر نستغنى عنك ولا بابا. احنا عارفين. تعالي يا ندى، تعالي. بس عشان اقعدي يا ندى. لسه اقعدي يا صغيرة، ماما، ما اقعدي. تعرفيش الحياه كويس. اقعدي يا ندى، اقعدي يا حبيبتي، اقعدي. انا ما كانش قصدي كل ده يحصل. انا بس ما كنتش عايزه يسيبني. كنت عايزني اعمل ايه طيب؟ هفضل اقعد وابيع في الخضار زي ما كنت قاعده؟ عايزني اعمل ايه؟ يا حاولت حبيبتي؟ اشتغل ما عرفتش. اهدي يا حبيبتي، اهدي. اهدي واسمعي بابا. بصي يا حبيبتي، هقول لك على حاجه. كوني ان انا عاجز برجلي، بس الحمد لله عرفت اربيكم وعرفت اكلكم واشربكم وعرفت اعلمكم على قد ما اقدر. ماشي. العجز اللي فيا ده هو اللي خلاني يمكن ما اخدش بالي منك شويه او من اختك، بس اختك كانت متواضعه وراضيه بعيشتها. انت اللي كنت عقلك جامح وشاطح وعندك احلام عايزه تحققيها، بس ما بصيتيش للوضع اللي احنا فيه. كان ممكن تحققي ده برضو من خلالنا. حاولت ما عرفتش اعمل زيها. انا حاولت، ولما جالي واحد انا اتكسفت اقول له ان دي عشتنا. تعرفي يا ندى، انت كنت وحشاني قوي، ولما شفتك كان نفسي اخدك في حضني، بس انت ما اديتنيش فرصه. وحشتيني قوي يا ندى، وحشتيني يا حبيبتي. انت يا ندى، انت مش اختي، انت كنت بنتي، وكنت بعتبرك زي بنتي بالظبط. لكن انت يلا بصي، احنا مش عايزين نقلب في اللي فات. احنا في النهارده انت كنت صغيره ومش فاهمه الدنيا كويس. دلوقتي خلاص بقيتي في وسطنا وهتعرفي الدنيا كويس، وهتعرفي ان رضا ابوكي عليكي هو بصي بالدنيا بحالها، ولا فلوس ولا كنوز الدنيا كلها تعوضه. وجعتي لي قلبي يا بنتي. روحي توكلي على الله، روحي اغسليها وشها، خليها تغير هدومها دي ونشوف هنعمل ايه بعد كده. يلا خديها يلا. وحشني انام في حضنك قوي وتنامي معايا. قومي يا حبيبتي، يلا يلا اغسلي يا وشك كده وفوقي كده ولا تزعلي نفسك، ما تقلقيش. ان شاء الله كل حاجه هتتصلح، ان شاء الله هتتصلح. هيرجع لك تاني والدنيا هتبقى حلوه. يلا يا خلاص حبيبتي. راح. لا مفيش حاجه راحت. يلا قومي يا ندى، قومي يا حبيبتي. قومي يا حبيبتي على مهلك. انت يا بابا سامحني. يا بنتي انت بنتي، انا هقدر اعمل حاجه غير انك انت بنتي، حته مني. حبيبتي يا ندى، وحشتني قوي. تعالي. لا اله الا الله، لا اله الا الله. يا رب هون عليا الوجع ده يا رب، هون عليا الوجع ده يا رب. وجعتيني يا بنتي، وجعتيني قوي.